تخيلوا معايا كده، لو واحد بس فيهم قرر ان هو يستسلم، او لو حد فيهم بس قال انا تعبت ومش هكمل، ما كناش سمعنا عن النهارده عن فرقة بي تي اس. النهارده انا مش هتكلم عن فرقة ناجحة او مش هحكي لكم عن فرقة ناجحة. انا النهارده هحكي لكم عن 7 شبان كانوا قريب ان هم يختفوا، بس هم اختاروا ان هم يكملوا. بي تي اس بدأوا شركة اسمها بيج هيت. وقتها كانت شركة صغيرة جدا، ما كانتش معروفة ولا مشهورة، وما كانش ليها دعم إعلامي ولا علاقات قوية ولا حتى انضمان للنجاح. فالأعضاء أو ال7 شبان دول عاشوا مع بعض في سكن صغير جدا، في غرفة صغيرة بسيطة جدا، وكانوا تدريب طول اليوم. جونكوك قال قبل كده ان هو كان في بعض الاحيان كان بيستنى ان بقيه الاعضاء ان هي تنام عشان هو يعرف ياخد شاور، وتدريب ورا تدريب ورا تدريب، من غير جمهور، من غير ما حد يسقف لهم، من غير ما حد يشجعهم، من غير ما حتى حد يحفزهم. وفي بدايتهم كانوا بيقدموا عروض، وكان في اوقات ما كانش في جمهور كفايه. ففي اول مره في امريكا وقفوا في الشارع ان هم بدأوا ان هم يوزعوا دعوات للحفلة بنفسهم، ان هم كانوا بيطلبوا للناس ان هي تيجي تحضر. تخيلوا الاحساس ده، ان انتوا نفسكم ان انتوا توصلوا للعالم، بس في وقتها كنتوا في الشارع بتقولوا للناس ان هم ييجوا او يحضروا، تعالوا اسمعونا. تخيلوا الاحساس ده. ومش بس قلة جمهور، لأ، لكن كمان كان تجاهل من برامج وسخرية من ناس في المجال نفسه. في قال قبل كده ان في محطات اذاعية كانوا بيعدوا من جنبهم ولا اكنهم كانوا مش موجودين، وكان في اللي بيسخر منهم ويقول ان دول حتى اصلا مش مرشحين لاي نجاح. احساس انك بتجري بس محدش شايفك، احساس وحش جدا. وفي وقت من الاوقات الاعضاء نفسهم بدأوا يشكوا. شوجا نفسه قال احنا فعلا فكرنا ان احنا نسيب او ان احنا ما نكملش، وهل اللي بنعمله ده ليه معنى؟ هل هنكمل كده على الفاضي؟ في نفسه قال ان هو كان بيعيط عشان حاسس ان هو كان عبء على الفريق. وجيمين قال ان ساعات كنت بسأل نفسي، هو ده اسمه السعادة؟ حتى من بعد ما بدأوا ينجحوا كان لسه في وجع جوه. جونكوك كان اصغر واحد في الفريق، لكن رغم سنه الصغير قال حاجة ليها معنى كبير قوي. قال ايه؟ قال لو الفريق انتهى انا مش هكمل لوحدي. هو اختار الفريق مش الشهرة، اختار الناس اللي تعب معاهم بجد، مش الطريق السهل وخلاص. القرار ده كان نقطة فارقة معاهم جدا، عشان هما فهموا ان هما مش لوحدهم، وان هما كلهم مع بعض في الحلم ده. وفي حفلتهم الاولى كانوا بيعيطوا على المسرح، مش علشان فرحانين، لكن عشان حاسين ان حد اخيرا سمعهم. كانوا بيقولوا احنا بس عايزين ان حد يسمع صوتنا. بي تي اس كتبوا اغانيهم عن الخوف، عن الضغط، عن الوحدة، وعن انك تحس انك مش كفاية. مش اغاني مثالية وخلاص، لكن اغاني شبهنا، اغاني جاية من صدق مشاعرهم، جاية من حبهم وشغفهم لحلمهم، لهدفهم. علشان كده الناس حست بيهم، حست بصدق مشاعرهم، حست بقد ايه حبهم وتعبهم، وقد ايه الصدق في كلامهم في الاغاني اللي هم حبوا ان هم يوصلوهم لينا. مش لانهم كاملين وخلاص، لكن لانهم صادقين في كل معنى، في كل حرف هم عايزين يوصلوه لينا. سنة ورا سنة التعب بدأ يبان، والنتيجة بدأت تظهر من مسارح صغيرة لاستادات مليانة بعدد وجمهور مهول، ومن تجاهل لأكبر الجوائز في العالم. لكن الحقيقة النجاح ملغاش كل التعب اللي فات ده، وملغاش كل الألم اللي فات ده. هو بس قال ان كل التعب ده ما راحش على الفاضي. فرسالة مني ليكي، يمكن انت دلوقتي بتمر بمرحلة مفيش تقدير، مفيش نتيجة، ولا حتى مفيش حد شايفك ولا شايف تعبك. يمكن حاسة انك متأخرة او انك اقل من غيرك، بس هقولك على حاجة، اسمعيني كويس. بي تي اس كانوا في نفس المكان ده، مكان الشك، مكان الاحباط،
مكان السؤال هل ده يستاهل. بس الفرق الوحيد ان هم كملوا. انت مش ضعيفة علشان تعبانة، ده مبدئيا. انت قوية علشان لسه مكملة، لسه واقفة على رجليكي. مش لازم تكوني جاهزة 100% علشان تبدأي، انت فاهمة؟ بي تي اس بدأوا وهم مش جاهزين وهم مش كاملين ومش مضمون ليهم اي حاجة، بس هم اختاروا ان هم ما يقفوش ويكملوا. وانت كمان اختاري نفسك واختاري حلمك، وافتكري دايما اللي بيكمل هو اللي بيوصل. في دايما اسئلة احنا بنتسأل ليها، هو انتوا ليه بتحبوا بي تي اس؟ ايوه احنا بنحب بي تي اس مش بس علشان اغانيهم، لكن علشان كل واحد فيهم مر بتعب محدش يقدر ان هو يتخيله، ووقفوا مع بعض رغم كل حاجة ورغم كل مشاكلهم وكل تعبهم وكل وجعهم، رغم كل حاجة. وكل اغنية منهم فيها دموعهم، تعبهم، حلمهم. وده بيخلينا نحس ان احنا نقدر مهما حصل في حياتنا. بنحبهم علشان علمونا ان الفشل مش نهاية، وان لو كملت خطوة ورا خطوة حتى لو العالم كله تجاهلك هتلاقي نفسك يوم من الايام واقفة على القمة، واقفة وسط حلمك، واقفة وسط احلامك كلها. فاهمين؟ بنحبهم علشان مش مجرد فرقة موسيقية، هما رسالة صبر وإصرار وثقة بالنفس وإيمان بنفسك. واللي ما يستسلمش هيوصل، ده مبدئيا. وكل مرة بنسمعهم أو بنشوفهم قلبنا بيفرح وبيملي أمل وقوة، ده مبدئيا. ومش كده بس، علشان كل واحد فيهم تعب بجد ووقف مع فرقته. يعني هما كانوا ايد واحدة، كانوا فعلا مثال لنموذج الفريق او التيم الواحد. رغم ان هما مختلفين بس هما كانوا فعلا عيلة واحدة متماسكة. مفيش حد عايز يتفرق او يسيب اخوه، لا كلنا واحد، يبقى احنا كلنا في المشوار ده مع بعض. فرغم كل حاجة، رغم كل التعب ورغم كل حاجة، كل مرة بنشوفهم او بنسمعهم بنحس ان اي حلم ممكن يتحقق، ده لو ما استسلمتيش. واسيب كل حاجة على ربنا وافوض امري ليه عشان لسه في وقت. دي مش نهاية العالم مبدئيا. فبي تي اس علمونا ان التعب ده والصعوبات دي كلها مش نهاية، وبالعكس هما اللي بيصنعوا القوة بحبهم، علشان يخلونا ان احنا نبقى هدف لنفسنا اكتر كل يوم، ان احنا نصدق نفسنا اكتر كل يوم، ان احنا دعم نفسنا، وان احنا ملناش غير نفسنا، وان ده طريقنا ولازم نكمل فيه، وان مهما حصل ايه لا دي مش النهاية. لو وقعنا مرة واتنين تلاتة لا هنكمل ونقوم. ف دي قصة كفاح عن فرقة بي تي اس من بداية ما بدأوا لبداية مشوارهم لحد النهاردة. وطبعا كلنا مبسوطين وفرحانين بالعودة بتاعتهم، ومتشوقين جدا. وبجد لا ده دليل ان انتي مهما حصل ايه لازم تبقي ورا حلمك ورا هدفك، وما تستسلميش في اول وقعة. لا كملي واستمري، انتي قدها وهتوصلي للي انتي عاوزاه. فدي كانت حلقتنا النهاردة عن فرقة ناجحة كانت ازاي ودلوقتي بقت ازاي. وبس، باي.